انت في لعيبه كتير قوي حريفه، انت بتفرط يوم وانت كده وخلاص. الفرق هنا بقى، الفرق هنا ان الاهلي اللاعب اللي عينه عليه محدش يتكلم عنه. سأقولوا بقى عليه إيمان عاشور، مش إمام عاشور، إيمان عاشور. تريقوا عليه طول ما هو هناك. أول ما يجي يلا ابدأ الإعلام يتكلم عنه أحرف لاعب في مصر. إمام عاشور بقى فجأة أحرف لاعب، عشان بس راح الأهلي لبس أحمر بقى أحرف لاعب في مصر. لما كان في الزمالك أعول لاعب في مصر هو كده. شيكابالا أنت ما جيتلناش أعبط لاعب في مصر. الميت، العجوز، المرحوم، مسميات تطلع عليه وهو بيجيب اجوان. لو جت وهو لابس الفانيلا الحمراء هيعملوا له تمثال في النادي. هي دي انت لازم تفهمها. هو طول ما امام عاشور معاك الاعلام ما يقولش عنه كلمه. لو قال عليه على قده يقول براحته، لكن ما يقول اوعى تقول انه لعيب. تعالى بقى خلي زيزو بقى راح الاهلي، احرف لاعب في تاريخ مصر. طب اسمه ايه ده الولا مصطفى فتحي؟ يا عم ده تعبان يا راجل، ده مش عارف ايه، لحد ما يخطفه. ده احرف لاعب ليه؟ عشان اعلي من قيمته التسويقيه، وهو خلاص بقى بتاعي بقى عندي. طول ما الاعلام بيتكلم عنه حلو انا ابيعه كويس، حتى لو على قده. مش عايز انا بس اخلي الاعلام عنده يتكلم عنه كويس عشان اعرف ابيعه صح. طول ما هو عندك ما ينفعش اقول على اي حاجه عندك حلو. عبد الله السعيد اللي انا بقول عليه اسطوره، عبد الله السعيد اللي 40 سنه اكبر من شيكابالا، بيلعب 90 دقيقه وبيلعب كوره حرفنه وجرينتا وكل اللي انت عايز تقوله قوله. جمهور الاهلي يشتمه ده على قده، ده ما في على قده ازاي يعني؟ كان بيلعب عندك في النادي بتاعك وكنت نفسك تمضي معاه وما يروحش البيراميدز. على قده امتى بقى؟ على قده ازاي يعني؟ على قده ازاي؟ بقول لك على قده ايه؟ على قده ازاي بقيت على قده فجأة؟ كان لسه بيلعب عندك يا عم، وكان لسه في بيراميدز وبيشيلك عادي. بقى على قده فجأة؟ هو كده. طول ما هو عندك وحش وابن 60 كلب مالوش في الكورة، طول ما هو عندي احرف لاعب في الدنيا. هي ماشية كده عشان اعلي من قيمة اللاعب، واعلي من روحه المعنوية، واعلي من قيمته التسويقية و اطمع الناس فيه. مروان محسن، مروان محسن اللي الجمهور الاهلي كانوا مسمينه الظاهره مروان. مهاجم ملوش علاقه بكره القدم، بتاع سله تقريبا ما تعرفش، باسكت بول ما تعرفش، ما هي الباسكت هي السله، ما تعرفش هو بتاع ايه. مهاجم انا ما شفتش في حياتي مهاجم يبقى واقف اخر لاعب في الملعب، الكره تجيله ويسيبها ويمشي ويفكر ان هي تسلل، وهي مش تسلل. انت اخر لاعب، حتى لو تسلل يلعب عليه، العب عليه، انت اخر لاعب، فيش لاعب بعدك. سبتها لمين يعني؟ على قده، حتى الخبره مفيش خبره. راح المنتخب عشان ايه؟ عشان بيلعب في الاهلي بس. مش انت مهاجم الاهلي بقى تعال المنتخب من غير ما نشوفك. وكان بيلعب هو كان بيلعب في نفس السنين بتاعته، اللي هو اللاعب اسمه باسم مرسي ده. كان بص واتش، كان لسه بقى شباب بيلعب وحماس وجرينتا، والولا يستلم من وسط 3 مدافعين ويلعب ويهدف في الاهلي كل ماتش، وهيدرس وكل حاجه وشوط من بره وي بيتركن. ومروان محسن هو اللي يلعب في منتخب مصر، ومروان محسن طول ما هو في الاهلي لعيب. ولذلك باعوه نادي فيوتشر، نادي كبير فلوس، نادي من حيث الامكانيات الماديه بيدفع، وباعوه لبسوه لمين؟ لفيوتشر. هو عايب على قده، ما بيبص، مالوش فيها. تخيل لاعب يفضل يلعب كل ماتش طول الموسم يجيب هدف. هو بيلعب في الاهلي، بيخدم عليه من افضل مصنعي الالعاب في مصر، يجيب هدف. ايه يا ابني، انت كنتش موجود ولا بتصحى بدري تروح مدرستك ولا بتعمل ايه ده؟ ملوش فيها. في لاعب حتى لو ما بيجيبش اهداف، ما فلافيو ما كانش بيجيب اهداف وكان بس كنت تشوفه لعيب. ده ما ولا لعيب ولا اهداف ولا بيعمل حاجه والاهلي كان بيلاعبه. تخيل بيلاعبه، عارف ان هو على قده يلاعبه،
لا ولاعيبه حلو يا مروان واحسن لاعب والله. والاهلاويه حاجه غريبه، تحس انت بتتكلم الات، مش بتكلم عقول، بتكلم اله. هو اله، هيقول ان مروان حلو، هيقول ان مروان حلو حتى لو هو شايفه ان هو ملوش فيها، وبيشتمه وقت الماتش لما يضيع وبتاع، يشتمه بجد، وعلى القهوه تلاقيه بيشتمه، بس في الكلام لا لعيب خالص ولاعيبه 100 100. ليه؟ عشان يفضل اللاعب معنويات ويعرف يبيعه. ما هو طول ما اللاعب بالجمهور بيقول عنه وحش، مين النادي اللي هيروح يشتريه؟ هو عم نبيعه، اول ما يخلع اشتموا امه. الام طول ما هو عندنا هو احرف لاعب في الدنيا واحرف مهاجم في مصر. اتفقنا؟ هي دي الفكره، هي دي الفكره. جمال حمزه، جمال حمزه، جمال حمزه ده، انسى الاسماء، انسى الاعلام، شيل الاعلام شويه، ارفع الهيدفون بتاع الاعلام من على ودانك واتفرج كده على جمال حمزه وعماد متعب. الاتنين كانوا نفس الجيل، صح؟ كانوا نفس الجيل. جمال حمزه احرف من عماد متعب بثلاث اربع مراحل، 5 مراحل كمان، زي الفلتر، احرف منه قوي. انا اهلاوي وقتها لما شفت جمال حمزه، ايه ده؟ ازاي الزمالك ما بيكسبش؟ ده عنده هو لاعب احرف من عماد متعب. جمال حمزه لعيب كوره قوي قوي، لعيب قوي قوي. ايه ده؟ وده ده بيعمل اكروبات من فوق المدافع. ده بيعمل اكروبات، بياخد الكره من فوق المدافع وشمال وبيلعب شمال ويمين وايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله؟ كل حاجه في الكوره بيعملها حرفيا ده بقى. لكن تعالى على جمال حمزه كده تاريخ، هتلاقي عماد متعب تاريخه قد كده وجمال حمزه تاريخه قد كده. ليه؟ عشان ده لعب في الزمالك وده لعب في الاهلي. هي دي الفكره. اي لاعب بقى بيحسبها كده. اي لعيبه الكوره فهموها، ومديرين اعمال لعيبه الكوره فهموا اللعبه، فهموا ان الاهلي هو اللي مع الاعلام. انا لازم العب مع الاهلي عشان مع الاعلام. من الاهلي بروح منتخب، من الزمالك حلني على ما اروح منتخب. علي جبر كان بيلعب في المنتخب في 2018 وكان مسمينه وزير الدفاع. علي جبر ساب الزمالك راح وبيراميدز بينافس وبيلعب وبيقابل ويواجه وبيلعب ما بيروحش المنتخب ليه؟ هو علي جبر حصل له حاجه يعني واتغير في حاجه يعني؟ قصر مثلا يعني فجاه؟ هو نفس اللاعب بس عشان ساب الزمالك والاهلي. طالما بره الزمالك والاهلي يبقى الموضوع مختلف. رؤيه المدرب ليك مش هي. في حسابات كتير بتتاخد لمجرد انك في الاهلي، زي ما حسام حسن بياخد محمد هاني. محمد هاني ده اصلا مين ده؟ لعبش يا راجل. محمد هاني ده هو بس قدامي مرقص مرقيصه وشكرا. لكن غير كده ده اي لاعب بياكله. اي باك شمال، ما شفتش باك شمال ما جاش كل عيش على محمد هاني. اي باك شمال بيجي يتصيط على قفا محمد هاني بتاع الاهلي ده حرفيا. مفيش باك شمال ضعيف جدا من الناحيه الدفاعيه، مش ذكي خالص في قطع الكوره والحاجات دي، على قده خالص، على قده خالص. بيشيل الاهلي جون بالهبل، جون بالهبل. اغلب اجوان الزمالك يعني في فترته كانت بتيجي من ناحيته هو. بن شرقي لما عدى من الولد التاني اسمه ده ابن اسامه نبيه، عدى من ناحيته هو. كله ضعيف باك شمال، باك يمين ضعيف. اي ناحيه شمال، جناح شمال، باك شمال بيلعب عليه بيهرتكه خالص. لعيب على قده. بس يجي مدرب المنتخب ياخده ليه؟ عشان بيلعب في الاهلي. ما ينفعش، عيب يكون بيلعب في الاهلي وما ناخدوش. هي كده، هي كده. ويبقى في احسن منه في نادي تانية بس ما حدش بيبص لها، وعيب يتسأل فيها. ده وراه جمهور. ممكن انت بتاخدوش ليه؟ لمجرد لعب لاوفر حلو في سنه من السنين اوفر واحد. انت بتاخدوش ليه؟ ما هو حريف اهو. فيخاف. لكن التاني ما وروش ظهر. بيراميدز ما عندوش جمهور، محدش يقول له انت ما بتاخدش، انت بطلت تاخد علي جبر ليه؟ ما هو لعيبه اهو خفيف. الولد فعلا علي جبر ده طويل وخفيف، مش زي محمود علاء طويل وتقيل. طويل وخفيف، طويل وبيجري خفيف، زي حسام عبد المجيد كده، طويل وخفيف يعني في نفس الوقت. هو مش طويل وتقيل ورجله بتخبط في بعضها، لا، طويل وخفيف زي حسام عبد المجيد. فده مش جديده. النهارده برضه مصطفى محمد ده اهو بداوا يمشوا في قصته. هو كمان هيروح الاهلي. هو كمان هي الفكره بقت كده، بقت مكاسب فينا بقى ان انا اجمع اللعيبه دي.
الزمالك كان معاه سكواد في 2020 يكسب اي فرقه.